السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي حبايب ماما لولو، أصدقاء وإخوات ماما لولو، حبايبنا وحبايب القناة، وحشتونا جدا جدا جدا. بدون مقدمات كتير، النهارده هنعمل إيه؟ هنعمل غدانا هيبقى مسقعة. تمام. البتنجان ده أنا غسلاه كويس جدا، وأنا بحب أعمله بالقشر بتاعه عشان هو القشر غالبا هو اللي بيكون فيه كل الفايدة وكل الحديد، وإحنا عندنا أنيميا زي ما أنتم عارفين أنا وجيلي، فالموضوع معانا صعب جدا، فلازم نستغل كل فرصة إن إحنا يعني ناكل أي حاجة فيها حديد. تمام، عشان دول تتظبط معانا إن شاء الله، مع الفيتامين طبعا اللي بناخدها للحديد او المكملات الغذائيه عشان تظبط نسبه الهيموجلوبين في الدم. فعملت غسلت البتنجان، كيلو بتنجان قطعته بالقشر بتاعه، وبعدين رشيت عليه شويه ملح وسبته. الكلام ده من بالليل من امبارح، او ممكن انت تعملي ده قبلها بساعه مثلا. رشه ملح مش شرط انقعه في ميه وملح، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، انا بحب اعمله ارش عليه الملح. تمام يا حبايبي. جيت الصبح لقيته مصفي الميه اللي فيه، الميه السوداء اللي فيه، وخاسس كده عشان ما يشربش زيت. فالملح على البتنجان بيدبله بيخليه كاشش كده ودبلان وما يشربش زيت كتير. تمام. بعد كده هناخد كل بتنجانيه نعصرها كويس، كده كده الملح نزل في الميه اللي بتتعصر منه دي او بتتصفى منه، بنعصره ونفرده تاني كده. ايدي طبعا نضيفه وزيت من مقدوح ومغلي. تمام. وبالراحه على ايديك حبايبي من الزيت من السخونه بتاعته، عشان قبل كده للاسف عافانا الله وعافاكم يا رب، اللهم امين. للاسف بعد الشر يعني عليكم، كنت بقلب بتنجان زي كده وللاسف الطاسه اتقلبت على ايدي، والزيت كان سخن جدا. الحمد لله ربنا ستر، مش حاجه جت على جسمي ولا على وشي، واتعالجت ايدي الحمد لله وبقت زي الفل. تمام. فخدوا بالكم قوي قوي قوي، ودايما ايد الطاسه تبقى من جوه. شوف ناس بتبقى مطلعاها من بره كده، كده غلط. لازم الطاسه للامان ليكم، علموا لكم ان الطاسه دايما اللي بايد لازم يبقى فيها زيت او اي حاجه سخنه بتتعمل على النار، لازم تبقى الايد بالشكل ده من جوه. خلاص. الخير ان شاء الله دايما بيجي لما بنصبر وبنحتسب ونحمد ربنا على كل ابتلاء. الحمد لله على كل حال، وكل حاجه بتعدي والله. كده هنملى الطاسه، واول ما يتحمر الوش لتحت اقلبه، وبعد كده ارجع له. علينا شويه النار على الزيت عشان نخلص. وهنا بنحمر بطاطس. تمام. عشان هنحطها مع المسقعه. بس يا حبايبي حلوين، النهارده احلى اكله في التاريخ. اكله مصريه اصيله، اللي هو الاكل الشعبي الجامد ده المصري اللي مفيش احلى ولا اطعم منه. حبشتكنات ايه؟ الاكل الشعبي وجمالها. ليتنا ايه النهارده؟ ليتنا مسقعه. بصوا بقى البطاطس انا بديها تشويحه كده في الزيت، مش تحميره، مش بتاخد لون قوي يعني، اللي هو بس تدبل في الزيت شويه، وكده كده هتكمل سواها مع الصوص او الصلصه بتاعه المسقعه، فانا بس بدبلها مش اكتر. بس كده هنقلب بقى، خلي بالنا عشان الفنجان حساس جدا، ما بياخدش وقت قوي على النار يعني، فاهمين؟ عشان بس ما يسودش مننا وما يتحرقش، فدايما خليكم قدامه متابعين. هنقلب كده اهو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. دايما حبايبي وانتوا واقفين بتطبخوا استعيذوا بالله من النار ومن عذاب النار، اللهم امين. دي حاجه علمتها لي امي دايما، الله يرحمها، اللي كانت بتطبخ لنا، الله يجازيها خير عنا يا رب، ويجعل مرضها وتعبها اخر ايامها وطول عمرها والله معانا في ميزان حسناتها، ويرحمك يا ابويا يا رب، ويجعل شقاك وتعبك في ميزان حسناتك ومرضك، اللهم امين. كانت دايما، وهو برضه كان يعلمنا ما نكبش ابدا حق ابويا في عطائه واعلامه والاصول اللي شربها لنا يعني من تعبنا والله العظيم يعني. الحمد لله العين شبعانه، وابونا عمره ما مد ايده، وعمره ما اتعامل مع ماما ومع اي حد غير بالاصول والرحمه. وبس كان شويه ديكتاتوري. الناس بتوع زمان الجميله دي ما كانوش بيحبوا الراي كده ليهم او الكلمه غير ليهم. بس اخر فتره في عمره معانا عدل ده شويه، بس عمره ما جرح حد، وعمره ما اهان، وعمره ما طلع سر بيته بره، الله يرحمه ويغفر يا رب. فامي وابويا كانوا بيعلمونا دايما الموضوع ده. الايد ريحتها طلعت والله، خلوا بالكم بقى الايات دي بتاعت اللي هي البلاستيك دي او الميلامين دي ما يجيش عليها النار، عشان الحته تبقى وحشه قوي وبتبوظ. وطي النار شويه، استنى وطي النار. تمام. وطينا النار اهو. فامي كانت بتعلمنا دايما نقول حاجتين، اللهم اجبنا من النار قدام سخونه النار كده على الكتف، وعذابها يا رب، اللهم امين، ويرزقنا الجنه يا رب. وكانت بتعلمنا ان احنا نقرا سوره لإله في قريش كتير واحنا بنطبخ، عشان الاكل يطلع فيه البركه.
و... والخير كده، ويبقى حلو فعلا. انا الزيت يساعدني يا جماعه، الحمد لله على كل حاجه. فكرتين صعبه، الحمد لله الحمد لله. هنا بعمل ايه؟ بخرط جزرتين كده وبحطهم في الزيت برده ياخدوا تشويحه، وبرجع احطهم مع البطاطس والبتنجان. البتنجان خلص اهو، هطلعه على كلينكس مطبخ وارجع كده. اهو شلنا البتنجان من على النار وبنسيبه يصفى على الكلينكس، وهنشيل الجزر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ جبنا حله حطينا فيها معلقه توم كنت مفرزاه في الديب فريزر، تمام. وهنضيف عليها شويه زيت، مش كتير لان البتنجان برده مهما حطيناه في ملح وبينزل ميته برده بيشرب برده زيت الى حد ما يعني، تمام. هنحط كده الزيت بالشكل ده على التوم، ياخد تشويحه يصفر. قبل ما يصفر جايبين ايه؟ استنى هقول. جايبين قرنين فلفل حامي على رومي، مغسلاهم وشايله الفضوح بتاعهم ده وقسماهم نصين، والفلفل الحامي او الشطه شقاه من النص عشان ما يفرقعش. هسقطهم كده في الزيت اللي بالثوم، ياخدوا تشويحه الثوم برده. والمفروض ان انا كنت بحمرهم بعد البتنجان والبطاطس، ياخدوا تشويحه كده بس يتبلوا. فعايزي نسيت وشلت الطاسه مش مشكله، بنزلهم مع الثوم عادي مفيش مشكله، تمام. ياخدوا التشويحه ويصفر الثوم، وبعد كده ننزل بعصير الطماطم ومعلقه صلصه ونبهر. نبهر بايه؟ بكمون، فلفل اسود، ممكن شطه. لو الفلفل حراق نكتفي بالحرقيه اللي هتنزل في الصوص بتاع المسقعه من قرون الشطه اللي موجوده دي، تمام. يتحمر كده ياخد اللون المطلوب، والفلفل برضه دبل شويه، تمام. هرجع له السلطه. الصلصه طول عمري كنت بتلخبط ما بين الصلصه والسلطه. جميله قوي النوع ده على فكره، مش اعلان والله. ناخد معلقه كده محترمه، ما ننساش ان في عصير. انا ما بكترش الصلصه كتير في الاكل، نحط بس معلقه صغيره عشان تدي قوام وتدي لون للطبخ بتاعي. باعتمادي كله على عصير الطماطم. نحط معلقه الصلصه اهي، لان كميه البتنجان والمسقعه مش كتير كمان يعني، مش هكتر صلصه على الفاضي عشان الحموضه يا جماعه. ودي طماطم كنت مفرزاها، عصير طماطم في الفريزر. هنفتح كيس ونشفطه كده ونضيف ميه عشان تأثر بقى مع بعضها، تاخد غلوتين. وبعد كده نسقط البتنجان، بس نبهر الاول بالثوم، ممكن بابريكا لو فيه، مفيش مش مشكله مش شرط، وملح، فلفل اسود. مفيش برده فلفل اسود او مش عايزه تحطي، كفايه الحرقيه بتاعه الشطه اللي محطوطه او الفلفل الحامي، تمام. نبهر بقى، واوعوا الملح يزيد منكم كتير عشان ما تنسوش ان في ملح كان في البتنجان. نزل مع الميه بتاعته، بس برده بيبقى سايب اثر في طعم البتنجانه كانها مخلله كده خفيف، تمام. انا احط معلقه ملح، تمام. ممكن احط شويه كمان، شويه كمان صغيرين. فلفل اسود، كزبره. الكمون يا اخواتي مهم جدا مع المسقعه، معلقه صغيره. والشطه هسه خفيفه قوي مش كتير عشان الفلفل الحراق موجود. تعالوا اوريكم انا هعمل ايه هنا. هعمله لبكره، اللي هو ايه، مش بكره يعني، بعد بكره ان شاء الله. هعمل لهم بليله، تمام. هوريكم طريقه البليله ان شاء الله لما اجي اعملها. هصور وهشرح لكم بالظبط بتتعمل ازاي، سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. وهجيبها لكم واحنا بنصبها في المجات وبناكلها، وهتبقى معانا في فطار الجمعه ان شاء الله. نعيشنا واحيانا ربنا. احنا بننقعها شويه وبزود عليها معلقه رز صغننه مش كتير، ما بتبانش بس بتربط القوام بتاعها شويه، يعني ما بحطش نشا طبعا. احنا بنشربها بليله باللبن عادي، مش البليله المختومه بتاعت عاشوره، تمام. لما تيجي ان شاء الله يجي وقتها واعملها، هصور لكم شورت صغير او فيديو بطريقتها بالظبط. اوكي يا حبايبي، اوكي. دوسوا لايك، ما تنسوش اللايك. ودول كانوا شويه قدام عندي ما يضروش يعني، مفيش اي مشكله. حطيتهم يزودوا يعززوا الكميه شويه. بس حبايبي، فضلا وليس امرا، اللايك، الشير، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. اتمنى ان انتوا تشجعونا وتبقوا معانا على طول عشان اليأس والاحباط ويخلينا مريحين في الخط. فخليكم معانا. معلش انا لسه ما فطرتش والله، لا انا ولا ليلي، فيمكن الكلام مش عارفه اجمعه شويه. انا والله ما بحضر سكريبت ولا بعمل اي حاجه، انا بتعامل مع عيلتي واهلي وحبايبي بشكل بسيط جدا، مش بحب اتكلف، وبتعامل عادي وبيطلع من بقي بقوله كاني بكلم اهلي قدامي، تمام حبايبي. فما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. اول ما تشوفوا الفيديو بالله عليكم وحياه حبيبكم النبي، وان شاء الله اللي يحط اللايك ويتابع معانا القناه يا رب يزور النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بنحبكم قوي قوي قوي. نروح بقى نشوف المسقعه ونرجع له. 1 2 3 اهي بتتسبك الدمعه اهي، او الصلصه، تمام. انا مش بسبكها قوي عشان لسه البتنجان
المفروض ان هو بياخد من الصوص ده وبيطرى من الصوص ده وبيختم بقى مع بعضه كلهم غلوتين. ده كده كده بتتقل، وفي نفس الوقت ما تبقاش مسبكه اوفر عشان ما تعملناش حموضه. استنوا انا نسيت حاجه مهمه، هسه السكر اللي بتمنع الحموضه او بتقلل نسبه الحموضه. ثواني اجيبها وجايه اهي. تمام. نحط البتنجان بقى. حطينا البتنجان اهو. نحط معاه الجزر والبطاطس، خدوا تشويحه زياده شويه، معلش انا عارفه اللي هي استهيت شويه في التصوير ويعني اتلسعوا مني حاجه بسيطه. اهو حطينا كل المكونات على بعض على الصلصه. نسيبهم بقى الحله يمكن صغيره شويه، انا هوطي عليها عشان ما تطفحش على البوتاجاز، لسه غسلاه يا جماعه، لسه ما لحقتش افرح بيه. تمام. هتاخد غلوتين 3 كده تتسبك في بعضها، والبطاطس تطرى والجزر كلهم يمتزجوا ببعض، ويبقى كده خلاص طبختنا النهارده الحمد لله.